نفس توجيهات السيد وزير الداخليه. السيد رئيس الجمهوريه الدكتور زكريا عزمي كان بيكلمني امبارح، قال لي توجيهات دوله، ممنوع التزوير، ممنوع البلطجه، وده شيء محترم، ورئيس مبارك منع الكلام دون. للاسف الشديد شوهوا صوره النظام المصري النهارده بهذه البلطجه. وانا اللي قلت المره اللي فاتت كان في مرشح اخوان كان نازل ضدي، ومرشح عبد الرحمن بركه اللي بيقفل دلوقتي بيزور هو بيقطع عبد الرحمن، يبقى خالد شلبي العمال بتاع وليله، يبقى ده ده عم ده. هم عاملين دلوقتي قطاع خاص. البلد اللي بيعمل ده كله مين؟ احمد عز. احمد عز بيصفي حسابات معايا عشان رفضت تاخد قضيه اخو مراته الموجوده حاليا اليوم، اخت عبد الرحمن بركه الصديقه لاحمد عز. هذه تعليمات احمد عز، هذه تعليمات احمد عز الذي شوه النظام المصري وشتان بين مرحوم كمال الشاذلي وهذا العز الذي انا مش فاهم وعايز من مصر. ده راجل احتكر حديد وعايز يحتكر مجلس الشعب. احمد عز يدمر مصر الان ويشوه سمعه مصر وفتحتنا في العالم كله. ده انا كنت اخر واحد معارض موجود، المعارض اللي فاضل بعد مصطفى بكري وبعد علاء عبد المنعم وبعد حمدين صباحي، الناس كان عندها امل في واحد معارض. اصبح مجلس الشعب الان 3/4 سقيفه، والربع اللي فاضل ستات هتزغرط اللي هم الكوته يزغرطوا للسقيفه. للاسف الشديد هو ده مجلس الشعب القادم. هل هذا المجلس هو الذي سينتخب ويرشح رئيس مبارك؟ هذا المجلس حتى لو نجحت على فكره، حتى لو حصل نجاح، ما زلت اقول ان هذه اسوأ انتخابات. انتوا عايزين اعضاء مجلس الشعب ولا عايزين اسم يسموه مجلس البلطجه ومقرف، وعايزين تكرهوا الناس في البلد. وانا بقول مصر دي مش تحتك يا احمد عز، لا، مصر دي ملكنا كلنا. اليوم اذا ما تم اعلان عبد الرحمن بركه انه الناجح بالتزوير، انا لن استطيع ان اكتم غضب ملايين. هم بقى الامن لا يتصرف مع اراده الشعب اللي هم كسروها. انا النهارده لما يتعمل معايا انا كده خلاص، ده الاخوان المسلمين ما عملوش كده الحد اللي فات، كان معايا مرشح اخوان معمول ادوا له توكيل لسه قبلها بيوم، محدش قفل ضده. انا النهارده بتقفل ضدي وبتدور ضدي في حمايه الشرطه، شرطه قطاع خاص النهارده في ميدان رمل، شرطه قطاع خاص بلطجيه. وبعت هذه الرساله ثالثه مساء، هذه الرساله لمكتب وزير الداخليه، هقولها لك مدير الامن نصها ايه؟ ايوه سياده اللواء، لم يتبقى على بدء انتخاب الاعاده في دائره تسميده الا ساعه ونصف. حتى الان السيد مأمور مركز النظام يرفض ترتيب توكيلات مندوبين في لجان الانتخاب سواء الخاصه او العامه.